تشكيل النادي الاهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا. تعالى اما اقول. في حراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني اللي مقدم اداء مميز جدا في ظل غياب لاعيبة الاهلي او ادائهم الكارثي. ناحية الشمال مصطفى العش، هلعب بدال احمد نبيل كوكا، هنزل مصطفى العش. واتنين سيرد باكين هيبقى ياسين مرعي لو جاهز 100%، وجنبه احمد رمضان بيكم. وانا بفضل عشان ياسر ابراهيم بيقولوا لك مش جاهز 100%. طب قدامهم ديفندر مروان عطيه بدل اليو ديانج اللي بيقدم عبث كروي. الماتش اللي فات عمل ضربة جزاء على الفريق وخلانا نتعادل، هو سبب كبير، وبيعمل ميس باص غريبة جدا لورا وبتأدي لمرتدات على الفريق. طب قدامه محمد علي بن رمضان اللي ان شاء الله هيرجع محمد علي بن رمضان اللي المتعودين عليه في كاس العالم للانديه. وقدامهم محمد مجدي قفشه. ما تستغربش، احنا عايزين واحد يلعبنا كرة، بس يا رب محمد مجدي قفشه يبقى محمد مجدي قفشه الرايق اللي بينزل يلعب الفريق كرة، وان شاء الله محمد مجدي قفشه هيبقى كده. وناحية اليمين حسين الشحات، وناحية الشمال بن شرقي اللي يقعد بقى لتريزيجيه بقى شوية، اللي بيعمل لنا هش والكلام ده. وامكانيات بن شرقي تفصل من تريزيجيه 100 في الوقت الحالي. وعندنا المهاجم الصريح جيراردي شور، مهاجم مميز جدا في ظل غياب او في ظل المستوى السيء لمحمد شريف. اكتب لي في التعليقات رأيك في التشكيل بتاعي، وعايز التشكيل بتاعك المتوقع في الكومنتات، واشوفكم على خير.